شايفين يا جماعة، شايفين الجمال؟ العناب، كركديه، وتمر هندي. تمر هندي الطبيعي اللي بالبذر. شايفين القوام؟ ما تيجوا نشوف الكلام ده عملناه بقى. شايفين المقادير؟ كركديه وتمر هندي بس. والسكر طبعا هيتحط. وما شاء الله تحفة. ولا تجيبي بقى اللي فيه صبغة. والله بيقولوا فيها صبغة جزم، اللي هي لا مؤاخذة يعني، اللي هي بتتباع في المحل في العربيات اللي بتعدي ديت، البودرة ديت. اوعوا يا جماعة، اوعوا بقى، عايزين ننضف جسمنا بقى شوية. عايزين بقى شايفين بقى التمر الهندي اللي بالبذر، الطبيعي. ماشي يا جماعة. هنعمل ايه دلوقتي؟ هتجيبي زي كبشة كده بايدك، كده ما بين ايدك كده كركديه بس، وهتحطها في المصفى كده وهتغسليها غسلة سريعة. ما تغسلهاش برضو كتير علشان ما تنزلش بقى اللون بتاعها في الحوض وكده. شايفين؟ غسلتهم بقى وحطيتهم في الحلة يعني اللي هغليهم فيها. وهاخد بس نص يعني شوفوا الكمية دي كلها، هاخد نص بس التمر الهندي. ماشي. ال ال الكيس كان لازق قوي، كان رخم قوي، علشان خاطر ده انا قطعت فيه كمان علشان خاطر احنا في الشتاء، فلازق لازقه يعني ما شاء الله. ماشي والله يا جماعه، هتدوقوا احلى حبه عناب ساقعين كده. ما شاء الله تحفه يا جماعه، والله جربوا الطريقه دي وبفلوس ببلاش، والله يعتبر ببلاش. تمام يا جماعه. طبعا معانا كمان نص لفة التمر الهندي، هنبقى نعملها بقى إيه لوحدها كده. شوفوا حاطين لتر مية بس. ماشي يا جماعة. لتر مية، احنا عايزين يبقى مركز. شوفوا احنا سيبناه يغلى اهوت غلوتين وخلاص، هتلاقي بقى الدنيا فكت كده معاكي، واللون الكركديه خرط، والتمر الهندي استوى وخلاص. شايفة بقى؟ هسيبه يهدى شوية. هسيبه يهدى شوية علشان ابقى اعرف ايه اصفيه من المصفى. تمام يا جماعة. حط كده حبة مية بس، ايه ده خفيف الدنيا شوية بس، لسه هو هدي شوية بس لسه برضه سخن. بس مش مشكلة، نيجي على نفسنا ايه ونظبط الدنيا كده. ماشي يا جماعة. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هترمي كمية معاكي. هتطلعي المعلقة كده من التلاجة في العلبة، تكون عينها في العلبة، هتطلعيها معلقة من التلاجة، هتعمل لك شوب كركديه ساقع وطعمه حلو. وحط بقى السكر حسب الرغبة اللي انت عاوزاها. وتحفة. تحفة. ما شاء الله يا جماعة. شايفة بقى؟ صفي بقى، ادعاكي بقى، خلي كل اللحم اللي في البذر بتاع التمر الهندي كله ينزل. ادعاكي بقى كده. ماشي يا جماعة. ما شاء الله والله هتلاقي نتيجة. اوعي تجيبي البودرة اللي بره دي. اوعي، لا خروب ولا عنب ولا اي حاجة من ده، والله بيقولوا فيها بلاوي. والله العظيم. ولا تشتري اصلا من بتعمل متلج دون من العربيات اللي بتعدي ديت. يعني ربنا ما يجعلناش قطاعين ارزاق بس، والله بس يعني الحاجات دي صعبة قوي، ما تجيبوهاش. والله لو ببلاش ما تجيبوهاش. اعملي الطريقة ديت تحفة يا جماعة. تحفة. وهترمي معاكي كمية، يعني احنا مش على فكرة الطفل اللي احنا بنشيله ده مش بنرميه بقى كده، ده لسه فيه، ده مليان. يعني انا دعكت على قد ما اقدر وحاسة فيه لسه. هنرميه؟ لا مش هنرميه، هنشوف بس هنعمل فيه ايه دلوقتي. اهو هو دوت. شايفاه؟ مش هنرميه، هنحط كمان برضو. ده هيعمل لنا لترين عصير دلوقتي، لترين يعني. عناب. ما شاء الله. شايفة؟ هنرفعه برضو على النار برضو شوية غلوة بس كده، بحيث اللون يخرط، وهيبقى كمان يعني لونه يعني هيبقى تقيل معاك كمان بقى. ده القمر المركز ده بقى. ده المركز بقى اللي هنحط عليه يعني هنبدأ بكوبايتين سكر كده. تمام. هنشوف احتاجنا سكر تاني، هنحط. احنا حطينا كوبايتين كده، هنقلب ونشوف طبعا انا بعمل الكلام ده بعد الفطار، فانا دقته عادي. اما بقى ساعة ما بقى متلج، كنا بقى في النهار ما عرفتش اشرب قدامكم ولا حاجة. كنا تاني يوم بقى بحس سبته يتلج، يعني يجمد في الفريزر. قلبي بقى كده. شايفين الجمال يا ولاد؟ يا خبر ابيض والله، وطعم ولا اروع. وسهل بقى.
لا هتقعدي بقى تطلعي كل يوم ما تيجي تعملي كركديه او تمر او اللي هو العناب ده. حطيت كمان، هو بصوا هو كان حلو يعني، الكوبايتين كانوا كويسين، بس زودت النص ده علشان خاطر، وشفته حاطه طرف المعلقه ديت ملح ليمون، بحيث احنا عايزه، بحيث لو عايزه تسيبيه في التلاجة ممكن يقعد مده اسبوع كده، عشان دي ماده حافظه اصلا الملح الليمون. بس انا هحطه في الفريزر. تمام. بيدي برضو مزازة كده حلو. كان عندي علبة الحلاوة القمر ديت، طبعا حطيت فيها هيت، وهحط في علبة كمان، وهنحطهم بقى ايه يجمدهم في الفريزر. هنحطهم بقى ايه يتلجوا، يتلجوا يعني في الفريزر. هنرجع بقى للكلام دوت ايه تاني يوم كده الصبح ان شاء الله، ونعمله مع بعض. هنيجي بقى ايه للطفل اللي غليناه، اللي هو اللي كان طلع من الكلام ده. شايفة؟ هيبقى بالجمال ده. ماشي. برضه هنسيبه يهدى شوية، هو فيه هنسيبه برضه يهدى شوية، وبعدين برضه هنصفيه، برضه هنصفيه زي ما احنا عملنا برضه المرة الأولانية. وهناخد أحلى ده هيعملوا لي أكتر من لترين، هتشوفوا انتوا دلوقتي. ماشي. وبرضه هنحط سكر، بس احنا هنصفي ده الأول. أنا غسلت الدنيا برضه، ورجعت تاني ايه صفت الكلام ده تاني. شايفين؟ شايفين تحت اللون عامل ازاي؟ انا هجيب بقى ميه بقى ايه وانزل كده ايه علشان كل اللون كده ينزل، وطعم الكركديه والتمر الهندي ينزل زي ما انت شايفة كده. العناب ده يا جماعة الساقع بيديلك طاقة كده، وبيغير الدم في عروقك كده، بيجدده. وحلو كمان للي عندهم اللي ضغطه عالي. فيعني ربنا يعافي الجميع. فالكلام ده مفيد جدا يا جماعة. انا حطيت بقى السكر حسب ما انت عاوزاه، قلبي بقى كده. ده بقى ايه اللي هيتشرب في نفس اليوم. اما التاني بقى هتطلعي بقى ايه عايزة تعملي كوباية، تطلعي معلقة وتحطها في الكوباية. والله المعلقة بتبقى مغرقة الكوباية كمان، يعني قللي شوية كمان. هتشوفوا انتوا بس قوام اما نطلعه من الفريزر. شايفين بقى عمل ايه؟ ده لتر. انا بعبي من بتاع ده لترين، وده شوية كمان اهو. شايفين يا جماعة؟ ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عطولي حبة كمية عناب تحفة. شايفة بقى؟ طلعتهم من الفريزر بقى الكلام ده تاني يوم يا جماعة. طلعتهم من الفريزر اهوت. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. طعم وريحة. طبعا انا ما دقتهوش، بس انا عارفة طعمه هيبقى عامل ازاي، لان انا دقت بالليل العناب اللي هو السايل. شايفة؟ شايفة الجمال؟ شايفة؟ وبقى وزي ما يكون كريمي كده معاكي، مش ناشف. لا يعني تحس انه جوسي كده، مش جامد معاكي بقى متلج بقى وهيقرفك وهتقعدي هيبقى زي التلج، لا. شايفة؟ شايفة القوام بتاعه؟ بيجي معاكي، مش صعب. جميل يا جماعة ما شاء الله، تحفة. انت حتى لو غرست بصبعك كده بيغرز عادي. شايفة؟ انا حطيت الحبة اللي انا شلتهم من العلبة، حطيتهم في الكاس ده. شايفة؟ شايفة عملوا ايه؟ وكمان ان يعني هو تقيل كمان. شايفة يا جماعة؟ شايفين؟ ما شاء الله. شايفة؟ دي العلبة التانية اللي مجمدة. شايفة؟ انت بتتكي كده بصبعك. شايفة؟ طري، بيغرز معاكي. ده علشان مركز، وفي تحس انه مادة جيلاتينية كده. مش بيجمد بقى كده وفي مية، لا، لان انا مقلله مية خالص. انا عاملة كل دون فيه لتر مية بس. شايفة؟ شايفة؟ يا خبر ابيض. لازم تجربوه، والله لازم تجربوه بالله عليكم.
هاتي على قد مثلا ب15 جنيه ولا ب20 جنيه كركديه، ولفة تمر هندي مش هتاخدها كلها، ده نصها. تمام. وهتعملي الجمال ده كله. الكاس ده يا جماعه انا عايزه بس مطلعه لكم حاجات شفافه علشان خاطر ايه اللون يبان. إيه شايفه؟ الكاس ده بياخد قيمه الماء زي مج الشاي كده اللي بتاع البيت العادي. شايفه؟ حطيت معلقه منه واللون وخرط ازاي وطقمه ما شاء الله. قال لي بس كده ان هو يدوب، بس هو فيه السكر وكل حاجه. شايفين الجمال؟ تحفه يا جماعه. عناب كده هيروق دمكم كده ويمد الطاقه في عروقكم كده وما شاء الله. وعملت حاجه مفيده ليكي ولعيالك، وبتكلفة مفيش، وحاجة طبيعية عاملاها في بيتك على ايدك. تحفة تحفة يا جماعة. وده اللي احنا عملناه. طبعا العيال شربت بالليل حبة، وانا عمالة اقول لهم انا هصور الصبح محدش يشرب. فهم ايه، هم شربوا كده ويعني ومسك يعني شربوا ومسكوا نفسهم، ما غوطوش برضه، لان طعمه جميل جميل جدا، حلو قوي 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 قوي. وبألف هنا. ما اشتركتوش لسه؟ ما اشتركتوش؟ لا 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 لا، والله ازعل منكم. بالله عليكم لو سمحتوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. شايفين القمر بقى والجمال؟ شايفين الحلاوة؟ تحفة يا جماعة، تحفة. بالله عليكم جربوه. انا قلت لك اهو، انا هاتي ب20 جنيه كركديه ولفة تمر هندي، وهتاخدي نص التمر الهندي بس وحبة السكر، وحلو، وهتقعدوا طول الشهر على الحبة دول. والله هيكفوكي طول الشهر. هم عاملين يجي لترين اللهم صل على سيدنا محمد، يجي لتر ونص اللي هو المركز ده. انت بتاخدي كوبايه واحده، يعني انت عايز معلقه واحده، يعني انت عايزه عشان مثلا تعملي شفشق مثلا لتر، هتاخدي 4 معالق منه وتقلبي بقى. وفيه السكر بتاعه وفيه كل حاجه. غير بقى اللي انت الشفشق اللي عملنا منه يجي لترين وربع ده، ولا لترين ونص. تحفه يا جماعه، جربوه مش هتندموا. تمام يا جماعة. ولو عجبك الفيديو لو سمحت ممكن اعجاب بالفيديو وتعليق حلو كده منك تصلي فيها على النبي. وبحبكم في الله، وكل سنة وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.